المشروع عبارة عن مجموعات لعلماء مدينة غزة، منهم الشيخ عثمان الطباع والشيخ أحمد بسيسو والشيخ وفا العلمي. هذه المجموعات قد تعكفت المؤسسة منذ سنوات لإنقاذ هذا التراث ومن أجل تصديره إلى العالمية. تسعى وما زالت تسعى هذه المؤسسة لإنقاذ كل ما يتعلق بالتراث الثقافي الفلسطيني لمدينة غزة. عملية الترميم بتمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الكشف والمعاينة. عملية الكشف والمعاينة بتتم من خلال حصول الأخصائي الترميم على الكتاب أو المخطوط المراد ترميمه وصيانته. بعد هيك بتدخل لمرحلة تانية في المعاينة، واللي هو الكشف عن نوع الحبر وجودة الورق. الهدف الأساسي من مشروعنا اللي هو إنه إحنا نعطي الأوراق تبعت المخطوطات أو الكتب النادرة نعطيها عمر عمر زمني أطول. فنحن هدفنا الأساسي إطالة عمر الورقة. فعشان أنا أعطي هذا الهدف لازم أتعامل مع الكتاب أو المخطوط بحذر شديد جدا. أي تعامل خاطئ مع الورق بيؤدي إلى إتلافه، وبالتالي إحنا فقدنا الهدف الأساسي من مشروعنا وهو الحفاظ على هذه الورقة. نطمح من خلال هذه المجموعات وبعد المحافظة عليه أن نضعها في مكان يليق بها كمعرض دائم يوفد إليه كل الزوار من كل أنحاء العالم.